ليه مريض القلب والضغط والسكر لازم يكشف على الشبكية؟ كتير من المرضى بيكونوا يشتكوا من دوخة، زغللة أو تشويش في النظر، ولما نبص نلاقي المشكلة مش في القلب بس، لأ، في الشبكية كمان. طيب، ليه الشبكية؟ لأنها من أكتر الأماكن حساسية لأي تغير في الدورة الدموية. لو أنت مريض ضغط عالي ممكن يحصل نزيف في الشبكية، ولو عندك سكر الأوعية الدموية الصغيرة بتتأثر وتتسد وكمان ممكن تنفجر، ولو قلبك ضعيف الشبكية ممكن تعاني من نقص تروية. الأعراض الخطيرة اللي ما تسكتش عنها: زغللة مفاجئة، بقع سوداء أو خيالات، فقدان جزء من النظر، أو حتى صداع مع مشاكل في الرؤية. الخطر الأكبر إنك تسيب الحاجات دي وتفتكر إنها صداع عادي أو إرهاق، وساعتها ممكن تفقد نظرك نهائيا، أو تكتشف جلطة في الشبكية أو ارتفاع ضغط غير متظبط بقاله شهور. نصيحتي ليك: فحص قاع عين كل 6 شهور، قياس ضغط وسكر بشكل منتظم، أكل صحي ومتابعة القلب، وأي عرض غريب خصوصا في عينك ما تتأخرش. أشوفكم على خير.